لو فاكر ان نقطة بدايتك في التعليم العالي هو اختيارك للجامعة او الكلية، يبقى محتاج تعيد تفكير يا بطل. نقطة البداية ولا هي الجامعة ولا هي الكلية، نقطة البداية الصح هي التخصص اللي هيقعد معاك طول عمرك. بس خلينا واقعيين، ساعات المجموع بيتحكم في اختيار كليتك، وساعات التوزيع الجغرافي بيحدد لك جامعتك. لكن لو عندك حرية الاختيار، يبقى تعالى اقول لك 4 خطوات هيخلوك على الطريق المظبوط لاختيار تخصصك. اول حاجة لازم تسمع ميولك وشغفك بيقولوا ايه اللي تحب تكمل فيه بحب وسعادة. لو بدأت من هنا فرص نجاحك هتبقى اعلى بكتير جدا. الخطوة الثانية انك تسأل نفسك التخصص اللي انا ماشي فيه ده ليه مستقبل وشغل مطلوب ولا لا، وتبقى 100 لو تخيلت نفسك اتخرجت وعملت نفسك بتدور على شغل وشفت مواصفات التوظف ايه، ده هيدي لك ادراك ايه المهارات اللي انت هتحتاجها وانت بتدرس جوه الجامعه. ويا سلام بقى لو قدرت توصل لمستوى المرتبات. لكن لو دماغك مشاريع وستارت ابس، يبقى لازم تدور على التخصص اللي هيخدم احلامك. يعني ما تكونش عايز تفتح مشروع تجاري وتروح تقدم في هندسه. اصحاب المهندسين بحبكم. الخطوه الثالثه المنطقيه هنا انك تبتدي تسال التخصص اللي ظهر قدامك ده موجود في انهي كليه او جامعه. وهنا تظهر الخطوه الرابعه والاخيره. تعالى بقى نشوف الكليه عندها اعتماد ولا لا، فيها تدريب عملي مرتبط بسوق العمل ولا لا، الجامعه اللي فيها الكليه ترتيبها الاكاديمي اخباره ايه، سمعتها محليا واقليميا ودوليا ايه، بتمنح شهاده دوليه ولا لا، فيها اتفاقيات توظيف مع شركات او جهات في نفس المجال ولا لا. الخلاصه لو مشيت بالاربع خطوات دول هتلاقي طريقك للمستقبل بقى اوضح بكتير. واعتقد ان ده احسن من انك تروح الجامعه اللي بس فيها اصحاب. انا مصطفى بالسعود ودي كانت في 60 ثانيه. استنوني الحلقة الجاية. سلام.